جامد جدا على الروح اللي سيكا بتكملها، الروح العاليه، الضحكه اللذيذه، واللي احنا بنسقف لبعض وفرحانين لبعض. حابب نشوفكم تحيه كبيره. لا التحيه مش عجباني، حابب نشوفكم تحيه كبيره. ايوه كده. شويه باور. والف الف 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 مبروك لكل الناس الشاطره اللي احنا كرمناها على المسرح. انا بفرح من جوه قلبي بشوف ضحكتكم جايه من بعيد، انتوا التيم بتاعكم. حابب اشوفكم تحيه كبيره. تستاهلوا كل خير وان شاء الله اللي جاي افضل كمان. عايز احكي لكم حكايه لما انا كنت صغير. انا كنت صغير زي ما معظم الناس هنا بيكون عندنا احلام، كنا نفسنا في حاجه، نفسي لما اكبر اكون حاجه معينه. يمكن حلمي كان مختلف شويه عن معظم الناس. عارفين الولاد لما يكون عندهم 6 7 سنين عايز يكون بوليس، عايز يكون دكتور، عايز يكون طيار، بيكون ايه؟ حاجات مختلفه. انا حلمي كان مختلف شويه. حلمي كان موجود جوه الاوضه دي، والاوضه دي ملعب سكواش. عارفين السكواش بيكون معاه مضرب وكوره، اضربها ضد الحيطه ونقعد نجري ايه ورا بعض. حلمي كان موجود جوه هنا بالظبط. بابايا في السويد عنده نادي سكواش، لسه عنده نادي سكواش هو واخويا الصغير لسه بيديروا الموضوع مع بعض. بس انا كل حياتي من انا صغير اي وقت فاضي كنت باجي على هنا، اقعد اجري، اتحرك، اجري، العب. كنت حبيت اللعبه وانا صغير، لعبت اكتر واكتر وابتديت ايه؟ اخش البطولات. كان نفسي حلمي ان انا اكون رقم 1 على العالم. كنت بروح النادي العب، اتمرن واجري، اخش بطولات، العب مع ناس اكبر مني عشان ايه؟ يوم اوصل رقم 1 على العالم. وبصراحه ما كنتش وحش، انا انسان متواضع، كنت كويس وكسبت كذا بطوله، وكنت ايه؟ من الناس الشاطرين في الناشئين. اللي كان شاكك ان انا ما عنديش شعر وانا صغير الدليل تحت 13 14، والحمد لله كنت شاطر زي ما بقول لكم. لعبت منتخب ناشئين، كسبت كذا دوري، كنت ولد موهوب بيلعب في الناشئين. فكانت الحياه حلوه ومبسوط، وابتديت ايه؟ اشوف نفسي، وابتديت اشوف اللي انا ممكن اوصل رقم 1 على العالم. في يناير 2001 في ستوكهولم، شايفين الشجر؟ اللون الابيض ده المفروض يكون لونه اخضر، شجر. ده الثلج هنا لما الجو بينزل ثلج. في يناير 2001 كان عندي 20 سنه. كنت لسه طالع من الناشئين، عارفين واحد بيكون ناشئ العاده يكون عنده 19 سنه، لسه طالع من الناشئين، شايف نفسي. جات لي مكالمه من المنتخب الاول، عندنا معسكر، احنا عايزينك معانا في المعسكر عشان عايزين نشوف مين اللي نختاره يلعب في المنتخب الاول. كانت اول مره يجي لي مكالمه. كان عندنا مدرب انجليزي هو اللي عمل لي الدعوه، وانا حسيت ساعتها يس، ما دام هم كلموني، انا اصغر واحد في الفريق، انا مستقبل الفريق، انا اقدر اعمل كل حاجه، هم محتاجيني. فطبعا رحت المعسكر. قعدنا 3 ايام وانا كنت اصغر واحد، كنا حوالي 10 اشخاص، هم في الاخر بياخدوا 5 بيلعبوا بطولة أوروبا اللي هي كمنتخب، اللي هي بتكون إيه في شهر 5 في مايو، فبعديها ب5 شهور بالظبط. 20 سنة، مستقبل السويد في السكواش، شفت نفسي إيه؟ أروح ألعب إيه وأكون شاطر. قعدنا 3 أيام تدريب، جري، جيم، فتنس، ماتشات، بطولات، 3 أيام، الصبح بالليل، دور بنتمرن 3 أيام في اليوم. في ثالث يوم اتمرنا الجمعة سبت وحد، أنا فاكر كويس جدا. يوم الحد بالليل انا كنت بقى حسيت ان انا بلعب كويس، يمكن مش احسن حاجه، بس ايه تاني، انا لسه صغير، اكيد يختاروني عشان ايه؟ المستقبل. قعدت مع المدرب بتاعي، قال لي بص يا بقى ايه رايك؟ قلت له متهيألي تمام، يعني ايه رايك انت؟ قال لي كلمه عمري ما انساها، قال لي نو واي هاخدك المنتخب السنه دي. قال لي مستحيل هاخدك معانا المنتخب السنه دي. ما كنتش شاطر كفايه. انا كنت شايف نفسي شاطر، هو شاف اللي انا مش جاهز او مش شاطر، فقال لي كلمه دي فاكرها لحد دلوقتي، والكلمه دي ايه؟ بنت حاجات كتير في حياتي.
فبعد ده احبطت. بس في نفس الوقت انا كنت عارف اللي عندي اختيار. انا عندي الاختيار عايز اعمل ايه دلوقتي. اختيار اللي انا بطل، اختيار اللي انا اسيب خالص، اختيار اللي انا مش فاهم حاجه، او اختيار اللي انا محتاج اخد طريق تاني. كل حاجه في حياتنا عندنا اختيار، وده اللي بيحدد احنا هنروح فين. انا قررت اللي انا عايز اعمل حاجه. انا عامه لما حد يقول لي ما تقدرش تعمل حاجه، فاكرين كلمه مدام راويه؟ التحدي. انا لما حد يقول لي بجد ما تقدرش تعمل حاجه، شايفين سناني عامله ازاي؟ حلو زي. فدايما كان عندي الاختيار ساعتها. وفي ناس كتير اي حد لو كان بيلعب رياضه، اكبر تحدي لما اكون ناشئ لما العب بايه؟ فريق اول اي رياضه. عشان طبعا ايه بيكون ايه؟ واحد ناشئ بيكون ايه؟ اصغر شويه. دلوقتي فجاه بلعب مع ناس ايه؟ مش في سني بس انا كنت عارف ان غالبا المدرب بتاعي شايف حاجه انا مش شايفها. عارفين اللي ما ينفعش اقول هو ايه؟ ينفع اقول حمار ولا لا؟ عارفين اقول المدرب مش حمار، يمكن شايف حاجه. وفي نفس الوقت قعدت مع نفسي قلت لو كده يا بدر انت دلوقتي بتعمل حاجه معينه، لو عايز توصل محتاج اغير حاجه. خدت قرار ان انا محتاج اغير حاجات في حياتي عشان اعرف اوصل. بعد اختيار الطريق لازم اعمل حاجه. لو انا بعمل نفس الحاجه زي ما انا بعمل النهارده، نفس النتيجه بالظبط، مش هيختارني، مش هتحسن، هكون واقف في نفس المكان اللي انا موجود فيه. وقررت ان انا اكون قد التحدي. انا هعمل تحدي مع نفسي. انا هاخدها بطريقه ايجابيه. انا هوريه انا هقدر اعمل ايه. انا هوري نفسي ان انا قد المسؤوليه، ان انا ممكن اعمل حاجه واكون ايجابي في حياتي وابتدي كل يوم بطريقه ايجابيه. قررت ان انا غالبا اعمله النهارده مش كفايه، محتاج. لو انا كنت بتمرن ساعتين في اليوم، انا محتاج اخليهم 4 ساعات في اليوم. العب اكتر، جيم اكتر، فيتنس اكتر، عشان اللي انا بعمله النهارده وصلني في نفس المكان اللي موجود فيه. في ناس تانية يمكن اشطر مني، يمكن بيتمرنوا اكتر مني، يمكن بيعملوا مجهود اكتر مني، بيعملوا حاجه مختلفه. فانا قررت ساعتها ان انا محتاج اتمرن اكتر. ده كان من اهم القرارات اللي انا خدتها. ده معناه ايه؟ ان انا في نفس الوقت محتاج اضحي بحاجات لذيذه. مفيش سهر. في الويك اند بدل ما اخرج بسهر مع اصحابي، طريق بعمل ايه؟ كنت بتمرن، بنام بدري، مفيش ماكدونالدز، لازم اكل صحي، لازم اخد بالي من نفسي. غيرت كل حاجه في حياتي عشان ايه؟ اضحي بحاجات معينه عشان ايه؟ اعرف اوصل ايه؟ اللي انا ايه؟ عايز اوصل لحاجه. وقررت برضه ان انا لازم اكون واثق في نفسي. يمكن المدرب بتاعي شايفني قطه، وانا حاليا قطه بجد، لسه صغير لسه ما كبرت، بس انا شايف نفسي اسد. من جوايا شايف نفسي، شايف اللي انا هكون معاهم، شايف اللي انا بطل العالم، شايف اللي انا اقوى من اللي انا موجود النهارده. ده اوتوماتيك بيخليني اكون واثق في نفسي ان انا داخل ايه؟ التمرين او داخل قبل حد فارد صدري شويه. الثقه في النفس بتبين جامد جدا انا مين وعايز اعمل ايه ورايح اعمل ايه كمان. وعرفت في نفس الوقت ده حلمي انا. حلمي ان انا اكون لعيب محترف في الاسكواش، وان شاء الله ساعتها اوصل رقم 1 في العالم. حلمي محدش يقول لي انت ما تقدرش تعمل. حلمي لازم اكون مستعد ان انا احارب عشان هضحي بكل حاجه عشان اقدر اوصل لحلمي. مفيش حد يمكن يكون فاهم، بس مش تخلي اي حد حواليا يقول بس انت ما تقدرش تعمل حاجه زي كده. عشان كده انا برضه قررت ان انا عمري اي ظروف ما استسلم. نو واي اخلي حاجه توقفني ان انا ما اوصلش لحلمي. وده قلت اعمله كل يوم. اتمرن كل يوم،
كل يوم اكون قبل التحدي، كل يوم يكون في ايجابيه، مش لازم اصلا اضحي بحاجات معينه، اكون حاطط حلم جوه راسي كل يوم. ده اللي انا عملته كل يوم لمده 5 شهور. وقلت هعمل اللي عليا. القرار كده كده مش بايدي. في مدرب بيختار الفريق. وايه اللي بيحصل؟ هو اللي بيقرر. ما اقدرش انا اقول له ايه؟ الراي ايه؟ هو اللي القرار في ايده، لازم تلاقي القرار هو بيمشي. بس على الاقل كنت وعدت نفسي ان انا اموت نفسي واعمل اللي عليا. بعديها ب5 شهور كنت موجود معاهم. انا اللي شكلي مش سويدي، اللي في النص هنا برضه لسه بشعر. بعديها ب5 شهور الحمد لله خدني في المنتخب، وبرضه عرفت العب بطولة اوروبا معاهم وحققنا نتائج كويسه جدا. هو ده حبيبي. هو عمل لي اجمل جميله في حياتي. هو قال ده واحد متدلع جاي شايف نفسه، انا عايز اشوف هو قد الكلام وقد المسؤوليه ولا لا. انا لحد دلوقتي اصحاب. لما كنا في الجول كونفرنس في لندن كانت 2015 واصلا انجليزي، قابلته اتغديت معاه، قابلته صيف دلوقتي كان موجود في السويد. هو قال لي انا كنت شايف ان انت عندك الفرصه، بس انت من جواك مش بتعمل اللي مطلوب منك عشان تعرف تكون بطل في المستقبل. فده من الحاجات اللي انا لسه اصحاب لحد دلوقتي، بس انا فعلا فخور ان انا عرفت اوصل ده. بس ليه بحكي كل ده؟ احنا مش بنتكلم هنا على بدر عزيز. انا بتكلم عليك وانت. انا عايز اوصلكم اللي انا حاسس بيكم. انا عارف يعني ايه اكون عندي شغلانه او حلم بره الحاجات العاديه اللي جوه الوظيفه زي ما بنقول. انا كان عندي حلم اوصل رقم 1 عندي، ما وصلتش. بس قضيت ايام حلوه. وصلت في الاخر رقم 66 على العالم، بس ما وصلتش رقم 1 عندي، بس انا وصلت، عملت حاجه كبيره. وعارف يعني ايه اللي انا عايش حياه عندي حلم الشخصي بتاعي، ما عنديش وظيفه، ما عنديش دخل كل شهر ثابت. فاكر مره كنت بلعب بطوله، كنت في امريكا بلعب بطوله، كنت مغلوب في الماتش. عارفين احنا بنلعب ماتش، عارف عارفين بنلعب ماتش. انا كنت مغلوب وانا كل تفكيري وباخد البطوله بتديك فلوس حسب انت بتوصل لأي مرحله. انا كنت خسرت الماتش ده كنت اخد ولا جنيه. بس انا كان عندي مشكله اكبر من كده، لان لو كنت خسرت الماتش ده انا بكره مش عارف ابات فين. معيش فلوس. فانا حاسس بيك وانا عارف قد ايه لما يكون الظروف حواليا حاجات تحدي. انا حاسس بيكوا لما يكون في ناس حوالينا تقول لكم انت ما تقدريش. انا حاسس بيكوا لما اكون عارف انتوا بتعملوا قد ايه عشان توصلوا حلمكم. انا حاسس بيكوا لما 24 ساعه بفكر في حاجه. اللي حاسس بيكوا اللي هي مش وظيفه عاديه. عشان كده من وجهه نظري دي ممكن محسسانا ان احنا قريبين من بعض وقد ايه انا بحبكم. كل الكلام كده شكرا. كل الكلام اللي انا اتكلمت عليه، كل الكلام نفس حاجه اللي انتوا تمروا بيها في اوريفليم كمان. ده انتوا في اوريفليم. كل يوم عندي اختيار عايز اشوف الحياه ازاي. كل يوم انا بختار. في ناس دايما تقول لي لا الجو مش هيكون حلو، دايما هيكون في تحديات، بس انا مقتنع ان انتوا كمان زي ما انتوا هنا الشاطرين الموجودين معانا عندكم اختيار. انتوا عايزين تختاروا انهي طريق. كل يوم عندنا اختيار نشوف الحياه حلوه ولا لا. الناس عايزه ناس لذيذه حواليها، الناس عايزه ناس ايجابيه حواليها، الناس عايزه حد يطمني حواليها. شوفوا الحياه حلوه وزي ما ده مراد خدوا اي حاجه كتحدي. الحياه مش هتيجي على حرف رجل عليكم. لازم دايما اكون قد دايما. لازم ساعات اغير حاجات. انتوا ما شاء الله عليكم وصلتوا النهارده عشان عاملين حاجه بطريقه معينه، بطريقه معينه. لو انا عايز اكتر يمكن محتاج ابتدي اغير كام حاجه، حاجات مش بحب اعملها محتاج اعملها، حاجات انا شاطر فيها اعملها اكتر. محتاج ساعات اشوف التغيير في الحياه يقدر يواجهني ايه في حاجات مختلفه. زي ما انتوا لما قررتوا تشتغلوا في اوريفليم انتوا خدتوا قرار كبير وعملنا تغيير كبير في حياتنا برضه. وصدقوني مفيش
اكتر واهم حاجه من ان انا لازم اموت نفسي. لازم اموت نفسي. او عشان ربنا يكرم. تاني حاجه الموضوع سهل في الفيلم. بديها ساعتين هتديني ساعتين. بديها 4 ساعات هتديني 4 ساعات. هتديني 8 ساعات هتديني 8 ساعات. تركيز مش 8 ساعات برد مره على الاعلان 4 دقايق 5 دقايق بلعب على الفيسبوك. ادوها وقتها وخلوا الاساس بتاع كل حاجه اللي انتوا بتشتغلوا جامد عشان توصلوا حاجه جديده. وخليكوا واثقين في نفسكم. مفيش حاجه اقوى من ده. بيبان جوه عينيكم مين واثق في نفسه ومين لا. بيبان جوه عينيكم مين عنده نار ومين. خلوا دايما مهما الظروف عامله ايه انتوا واثقين في نفسكم. لا مهما عملت الشهر اللي فات مش فارقه. مش فارقه. شهر جديد. اول يوم في الشهر كان عندكم كام نقطه؟ كلنا بنبتدي من جديد. فدي الميزه في الاثنين برضه. فخلوا الثقه بنفسكم وابنوا على الثقه اللذيذه اللي موجوده عندكم النهارده. الريبورت بتاعك شكله عامل ايه؟ فيري نايس. عشان الريبورت بتاع الاثنين شكله فيري نايس. كملوا. احنا ما قفلناش يا جماعه. فاضل نص الشهر. 1000 نقطه زياده 2 نقطه زياده. بوش. زي ما احنا اتكلمنا الصبح برضه مع سعيد. بس الثقه في النفس مهمه جدا عشان انتوا بتاثروا على الناس اللي حواليكم كمان. ومن غير لا اكسبشن. لو عندكم حلم والفليم المكان الصح اللي احنا نساعدكم لتوصلوا الحلم ده. وممنوع تماما اي حد فيكم يسيب حلم. ده اللي موجود جوه هنا. ده اللي هيخلينا مبسوطين في حياتنا. ده اللي هيخلينا ناجحين في حياتنا. وده اللي انتوا الوعد اللي انتوا عاملين لنفسكم. انا عندي حلم عشان عايز حاجه معينه. خلوا الحلم ده جوه قلبكم دايما وهتوصلوا له ان شاء الله. احنا هنساعدكم. يمكن بكره يمكن بعد بكره يمكن 3 شهور يمكن 4 شهور يمكن كمان سنه يمكن 5 سنين 10 سنين مش فارقه. بس انا بجري على حاجه حلم انا عايز اوصل له. وساعات حلم ممكن يتغير. انا جات لي مرحله قلت لا انا مش هكون رقم واحد معايا. غيرت حلم قلت كفايه رقم واحد سبيد لذيذ. بس دايما عندي حاجه بجري وراها. الغزال مثل جميل مين اسرع في الحقيقه. بس ده مثل ايه؟ جميل جدا. كل يوم انتوا بتعملوا ده عشان مستقبلكم. فهي تستاهل كل يوم. تتخيلوا اعضاء كل يوم. بعمل كل حاجه كل يوم. يعني تخيلوا انتوا دخلتوا عضوين كل يوم. 2 كل يوم. بس صعب ولا سهل؟ ممكن اعملها. مش بقول لكم 100 كل يوم. تتعمل. وممنوع تناموا او تاكلوا عشان اللي هو يكون في حافز اكبر قبل ما ادخل عضوين كل يوم. لو ده التارجت الشخصي بتاعي هموت نفسي ان انا اوصل. 2 كل يوم اخر الشهر هيكون عندي كام؟ 60% يعني كام؟ 6000 نقطة. يعني أنا تقريبا مستوى كام؟ 18%. الناس اللي أقل من 18% قلت لكم السر خلاص كده بقى في 18% عضوين بس. بس أنا مش داخل عضوين بس. أنا كده هتخلى عضوين الجزء الثاني تنشيط. دخلت 2 من أصحابي بتوع زمان اللي بقالهم فترة ما عملوش كورد اللي أنا بقالي فترة ما كلمتهمش. أكلمهم. أكون قريب منهم. احاول نشاطهم تاني. 2 كل يوم. انا دخلت كام؟ 60 تانيين صح؟ 6000 و6000 عن كام نقطة؟ 12000 نقطة. 21%. الموضوع مش أصعب من كده. المثل طبعا بسيط شوية عشان مش أي حد بكلمه. بس أنا لو أنا حاطط هدف لنفسي صدقوني الموضوع بيكون مختلف تماما. عشان أنا عملت 12000 نقطة في ميزة رهيبة. هنشوفكم تاني. احنا عايزينكم معانا في الدايركتور سيمينار ان شاء الله. انا عايز الهدف بتاعكم اخر شهرين في السنه اللي انتوا ازاي تكونوا معانا في الدايركتور سيمينار. ده على شرط لو انتوا مبسوطين معانا هنا. يس. وفي ميزه احنا عاملين كذا طريق مش لازم 21%. في ناس اللي ممكن ياخد بالميداليات برضه. بس خلوا الهدف بتاعكم اللي انا ازاي اعمل 21% اخر شهرين في السنه. قدامكم 6 اسابيع. صدقوني
هتفرق معاكم في التقفيله النفسيه، هتفرق معاكم في الاساس بتاعت 2023 بدايه 2023، وهتفرق معاكم كنجاح شخصي كمان. فده عايزكم ايه؟ تجروا عليه اكتر واكتر. بلس 21% نصيحه جديد، نصيحه من جوه قلبي، جديد وقديم. موتوا نفسكم اخر اسبوعين في نوفمبر، عشان لو قفلتوا 21% لاول مره، وقعت الشهر اللي فات، وقعت من سنه، وقعت من قبل كده، ايه؟ في مفاجاه لذيذه ايه هي؟ قوي قوي هنعلن. قفلوا الاول واقول لكم لو ما عجبني. لا غششنا. هتعرفوا يوم واحد، هتعرفوا في نوفمبر. هتعرفوا في نوفمبر 30 نوفمبر. نصيحه هتقولي شكرا يا بدر، واثقين فيا ولا لا؟ يبقى في واحد واثقين فيا سيبوا لي حاجات ثانيه. قولي فين يا جماعه اللي انا بعمل نمو لنفسي، اللي انا بحاول اكبر اكتر واكتر واكتر في سلم النجاح. ده السلم، كل حاجه اتكلمنا عليها في الاخر بترجعني للسلم النجاح بتاعي، النجاح الشخصي بتاعي، اقدر اسافر اكتر، اقدر اخد فلوس اكتر، واقدر اوصل لاحلامي اكتر واكتر واكتر. مهما انا عايز ايه في حياتي، انتوا ممكن تحققوا كل حاجه، انتوا تستاهلوا تعيشوا حياتكم.